السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا شرح جديد من قناة محمد جادو. هنتعلم ازاي نعمل مخطوطة بالشكل اللي هيظهر قدامكم دوت اهي، واللي انتوا شفتوها طبعا على واجهة الفيديو. تمام. اول حاجة انا حاطط تحت في الديسكريبشن هتلاقي الفرش التحميل اهيت و... وايه تاني، وايه معلش بس بتلخبط شويه. عندنا هنا انا طبعا جهزت الخلفيه باللونين دولت اللي هما دولت الاصفر والاحمر، تمام، عشان يبقوا بالشكل ده. وكلمه جادو تمام اهي. طبعا سامحوني انا بعمل بايد واحده بس عشان الايد التانيه ماسك بيها المايك، تمام. عندي هنا كلمه جادو، صح، وهحط لكم الخط اف اس ديواني تحت في الديسكريبشن. اوكي، دلوقتي هنبدا الشرح. دلوقتي عايزين نعمل كلمة محمد، نعمل ميم ح. سوري الخط انجليزي. كلمة محمد بالظبط كده. ممكن بس كنترول ايه، بعدين نكبرها شوية كده، مش قوي يعني. ما مش قوي برضو كده. بالظبط كده تمام. حطها هنا في المنتصف عادي، مش هتفرق معانا كتير. بعدين كنترول جي، كنترول جي عشان نعملها تاني، ونعمل حرف الميم. تمام، اللي هو زي ما انتم شايفينه كده حرف الميم بالشكل ده. ونعمل كنترول جي تاني، ونعمل ده حرف الدال. تمام. هنبتدي هنا هنجيب حرف الدال ونحطه هنا كده، وحرف الميم بنحطه كده. حرف الميم بس محتاج يجي حته كده على الجنب، مش قوي يعني. تمام، زي ما انتم شايفين كده. تمام كده. لو عملت كنترول زائد السهم اللي على اليمين بيجي يمين، زائد السهم اللي فوق يجي فوق. وطبعا هنا حرف الدال برضو هنعمل نفس الكلام بالشكل ده. تمام، نيجي هنا بقى ايه، نمسح الحتت الزياده زي ايه، زي مثلا حرف ال، تعال نكبر الفرشه شويه بس من الدال. دال بتكبر وجيم بيصغر. تمام، نمسح هنا ده حرف الدال. طب تمام، نمسح حرف الدال كده 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 زي ما انتم شايفين. محتاج اكبر لكم الصوره عادي اهي، عشان بس تشوفوها من على الارض. تمام كده. دي كلمه محمد بشكل رائع وجميل. تمام. هنيجي على الكلمه دي طبعا نعمل شيفت لحد فوق كده، ونروح واخدينهم في كنترول جي، مجموعه يعني، ونسمي دي كلمه محمد. تمام. هناخد من ديت الميم ح، ونعمل كنترول جي ننسخها يعني تاني. او ممكن نعملها من هنا كده، نشدها هنا ونحطها كده فتنسخ تاني، بس انا مش محتاجها طبعا فاعمل لها مسح. اوكي. عندنا هنا دي كلمة محمد والميم ح. الميم ح ليه بقى انا جايبها اهي. تمام. هعمل جادو، كلمة جادو، فهحط الجيم الف، الجيم الف زي ما انتم شايفين كده، واحطها هنا كده. تمام. طبعا انت بتبقى قاعد في البيت مصمم مبدع، عندك اللابتوب او الجهاز الكمبيوتر بتاعك، واقعد بقى فنن زي ما انت عايز. طبعا انا هنا عشان شرح بضطر ان انا بس ايه، انجز بسرعه، وطبعا هديك الفكره. تمام. تروح مثلا طالع كده واعمل كده، وتروح عامل ايه مثلا، تروح عامل كنترول جي، حرف الدال والواو، احنا محتاجين دال زي كده. نحط الدال هنا كده بالشكل ده، او هنا كده احسن. نعمل بس كده شويه على اليمين، ايوه بالظبط كده. بعدين نروح عاملين كنترول جي تاني، ونخلي ده حرف الواو. طبعا انت عمال تقول لي انت ليه بتعمل كنترول جي ومش عارف ايه، عشان عندي اصلا خط اللغه العربيه بايظ. تمام. فبضطر ان انا انسخه واعدل منه. مش فاهمني، مش مشكله، مش مشكله، المهم اعمل زي ما انا بعمل بالظبط وقلد الشرح، وباذن الله هتفهم. كده اطلع فوق من كنترول والاسهم، اسهم يمين شمال فوق كده يعني. طبعا انا هحطه بالشكل ده. طبعا انت بتقول لي ايه القرف اللي انت شايفه ده، مش عارف اقول لك لسه، هنكمل اصبر. نيجي على كلمه جادو، جادو دي، ونمسح الالف اللي هنا بالشكل ده. تمام. نيجي على كلمة نيجي على حرف الواو، حرف الواو سوري، وامسح الحتة الزيادة هنا على حرف الدال برضو نفس الكلام، واجي وامسح الحتة الزيادة اللي طالعة دي. تمام كده. راح واخدهم كلهم شيفت، شيفت من فوق
دوس على اول واحده، بعدين شيفت، تفضل داس على زر شيفت، بعدين اخر واحده تحددهم كلهم، بعدين كنترول جي. تمام كده. وسمي دي بقى كلمه جادو. انا عايزك تقلد معايا بس اللي انا بعمله. ليه بقى؟ سيبك من دي. ليه بقى اللي انا بعمله؟ عشان تتعلم ازاي بعمل كده. تمام. انا لما كنت برضو مبتدئ كنت بعمل كده، بشوف الفيديو على اليوتيوب والشرح واتعلم منه ازاي ان انا اعمل زيه بالظبط وكده، وكنت طبعا بستفاد. وفي ناس كتيرة لسه ما زلت الحمد لله بستفاد منهم. طبعا انت هتعمل دي عشان بس ايه ما تتوهش معايا. بعمل شيفت وانا دايس، شيفت وانا دايس. هشرحها لكم تاني. بختار من هنا دي، كليك يمين، بختار ديت بالشكل ده. بعدين بضغط هنا وبفضل دايس شيفت وانا بسحب زي كده مثلا. هي زي ما عملناها بالشكل ده. تمام. بعدين بعمل لاير جديد، وفي اللاير الجديد ده هتسألني اعمل فيه ايه؟ هقول لك حاضر. هنعمل فتح. عندي معلش مش من هنا ديسكتوب اهي، فرش الزخرفه. طبعا الفرش دي انا محملها لكم، وهتلاقيها تحت برضو اللينك التحميل في الديسكريبشن. هنعمل اوبن. هتيجي هنا كده، تنزل تحت خالص اهي. طبعا في واحد هتقول لي ما ظهرتش عندي. ما ظهرتش عندي الا غير مثلا فرشتين ثلاثه، او ما ظهرتش خالص. هتروح واخد اي فرشه وتروح عامل لاير جديد وتعمل كده، هتلاقي دولت كلهم ظهروا عندك. تمام. دلوقتي مثلا هاجي ازاي بقى اللي انا هعمله. تمام. انا هعمل هنا اللون الاصفر ده. طبعا انت تقدر تعمله من عندك من هنا وتختار اللون الاصفر فاتح. تمام. بعدين بعمل كده كده وكده مثلا بالشكل ده. ومثلا دي ممكن اصغرها شويه واحطها هنا. تمام كده. وعندنا مثلا زي ديت برضو ممكن نحطها هنا كده. تمام. انا عايز بس افهمك ان احنا بنفضل نملى بقى في الاماكن الفاضيه دي بشكل احترافي، وشكل يكون جذاب وجميل، بحيث ان تدي منظر برضو حلو. تمام. الفكره بقى ان احنا هنا بنعمل يعني كده وزي ما انتم فاهمين. طبعا انا هنا ممكن بس اسرع الفيديو 5 دقايق، هسرع الفيديو وهرجع لكم تاني. تمام. ونرجع تاني. طبعا انت لما بتبقى قاعد لوحدك بقى هتكمل وبشكل احسن من كده. طبعا انا بسرع عشان دوت فيديو شرح يعني وكده. تمام. دلوقتي انت هتفضل تكمل 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 بحيث ان ميبقاش في نفس في الصورة، زي مثلا زي اللي انا عاملها هنا. تمام. اهي. شايف انا ماليها ازاي بشكل احترافي وشكل جميل. بعدين اروح جاي هي فين اهي، واكتب مثلا تحتيها اي كلام بالانجليزي. اوكي. سوري. اعمل من هنا. بس سوري، هختار الخط الانجليزي وكده. عادي انت معلش، بس هو هيبطأ عشان عندي الخطوط كتيرة جدا جدا جدا. وبإذن الله في فيديو تاني ليا يبقى ما تنساش بس تضغط لايك وسبسكرايب للقناة. معلش بس أول فيديو برضه ليا وكده. تضغط سبسكرايب للقناة، وأنا بإذن الله هنزل لكم في فيديو جاي خطوط كتيرة جدا. أنا عندي كمية رهيبة 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 فوق ما تتخيلوا. في أكتر من كده بس أنا مسح كتير جدا منهم كمان. فالخطوط لأن أي فوتوشوبر. تمام.
وديزاينر بتنفعه حكايه الايه ان الخطوط. تمام. هاجي اعمل هنا واكتب مثلا كلمه محمد جادو. في ناس مش عايزه خالص مثلا ده كلوجو، كفكره لوجو. تمام. مثلا هنا كنترول ايه، وراح مصغره كده، صغره خالص، مش قوي يعني، مش قوي كده، نزله شويه كمان، حلو كده مثلا. واروح مثلا جايبه هنا كده، كنترول والاسهم. تمام. اجيبه بالظبط. تمام كده مثلا. واروح جاي بقى عامله باللون الاحمر دوت، عشان يبقى مدينا الشكل ده. تمام. طبعا انت ممكن تبدع اكتر ومش عارف. في ناس في اللي شايفين الصورة دي بيقولوا لي الظل عملت ازاي الظل. تمام، انا هقول لك. ركز معايا. كلمة محمد جادو ديت كده، اعمل شيفت دولت. تمام. واروح واخدهم في كنترول جي بالشكل ده، اللي هي ديت. اخفي دلوقتي كلمة محمد جادو بالشكل ده. تمام. بروح اعمل كنترول جي تاني. ركز معايا كويس جدا، عشان انت لو مبتدئ الحكايه دي هتبقى صعبه معاك تاني. انما لو انت بروفيشنال ومحترف خلاص، فدي هتبقى بالنسبه لك حاجه عاديه. بعدين اعمل كولر اوفرلي. بعدين اختار اللون الاسود، اخلي لونها كلها باللون الاسود زي ما انتم شايفين كده. تمام. بعدين اعمل كنترول لا الت تحت. سوري. اعمل بس دقيقه كده. الت يمين. الت السهم اللي تحت، بعدين يمين. الت يمين، تحت يمين. تفضل دايس على زرار الت، بعدين سهم تحت يمين، سهم تحت يمين، سهم تحت يمين، سهم تحت يمين كده. انتوا فاهمين؟ افضل دايس على زرار الت، وبعدين تحت يمين، 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 لحد مثلا ما نوصل ل 40 او 41، مش هتفرق معانا، بالشكل ده. وتفضل دايس عليها لحد ما تنزل تحت خالص للمجموعة رقم واحد. وبعدين اعملهم كلهم في كنترول جي بالشكل ده. طبعا ده برضو مش لسه مش طريقة الظل كاملة. اوكي. فنروح عاملين كنترول جي تاني. سوري. اعمل كنترول زد في الرجوع. اعمل الت تحت يمين، تحت يمين، تحت يمين، تحت يمين، تحت يمين، تحت يمين كده. هتظهر دلوقتي بالشكل اللي احنا عايزينه. سوري بس يا جماعة، اللاب بتاعي علق شوية كده. ايه ده؟ حاجة ملهاش لازمة. اوكي. شيفت، نفضل دايسين على زرار شيفت ونعملهم كلهم في مجموعة واحدة. انا اسف بس يعني في غلطة. بس ثانية هوقف الفيديو وهرجع اكمل تاني. ورجعت لكم من تاني. انا طبعا بقول لكل واحد انا اسف فعلا، بس في مشكلة حصلت عندي. فطريقة الظل دي هبقى اشرحها في وقت تاني وكده واسف والله، بس مشاكل حاصلة عندي في اللاب بتاعي، فهبقى اصلحها وارجع احطه تاني في فيديو تاني. واعذروني برضه انا مبتدئ. بس باذن الله الفتره الجايه هعمل حاجات حلوه كتير، فيا ريت تضغط سبسكرايب للقناه بتاعتي، وهتلاقي كل الملحقات اللي انت عايزها، زي مثلا خط اف اس دواني بالشكل والفرش البراش. طبعا لو انت برضو عايز تعملها كلوجو فهتبقى بالشكل ده، فبرضو حاجه مش وحشه. تمام. لا، كلمة محمد جادو، او انت طبعا لو اسمك مثلا محمد هتريحك كتير. الفكرة في ان انت ممكن تعمل اي كلمة بخط وتظبطها بالشكل دوت من غير ما تحتاج برنامج الاستريتور اللي هو الكتابة خط حر. فانت ممكن تعمل الشكل دوت بالفوتوشوب وتعمل حاجة احسن من كده بكتير.
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله، ويا ريت بس ما تنسوناش بلايك، وشكرا.